ظاهرة غريبة بتحصل لمعظمنا لما بندخل مناطق أو مباني تاريخية قديمة، فنلاقي روحنا بنحس بمشاعر نفسية مش مفهومة ولا مبررة، بتصحى جوانا فجأة كده وكأن المكان ده ليه صدى في ذاكرتنا الشخصية أو عقلنا الباطن، حتى لو دي أول مرة نشوفه. ساعات مثلا بيبقى إحساس بالدفى والألفة أو الحنين، وساعات إحساس بالخوف أو التوتر، ساعات إحساس بالراحة أو إحساس بعدم راحة بيبقى مربك، وممكن يوصل لشعور بالضيق والخنقة وقبضة الصدر بدون ما نعرف سبب ده، وكأن الحيطان دي ليها روح وصوت وبتهمس لنا بإحساسها باللي عدى عليها من زمن الزمن بأحداثه حلوة أو مرة، وتنقل لنا في النهاية خلاصة الإحساس بيه. الغريب بقى إننا بنحس بالارتباط ده حتى لو مش عارفين القصة أو الحدوتة الخاصة بالمكان، بمعنى إن الإحساس هنا نفسي بحت، وفي حالات كتير بيسبق المعرفة المعلوماتية واللي بيجي دورها بعد كده عشان تفسر لنا الإحساس الغامض اللي وصل لنا ده. نوضح أكتر، يعني لو جربت مثلا تزور قلعة صلاح الدين الأيوبي وتشوف أسوارها وبواباتها اللي حصلت فيها أحداث مذبحة القلعة الشهيرة، والسور اللي نط من فوق المملوك الوحيد الناجي من المذبحة دي، فحتى لو افترضنا إنك مش عارف القصة دي خالص، فبرضه بمجرد مشاهدتك لضخامة القلعة كبناء حربي في الأساس، وأسوارها وبواباتها الضخمة وطوابيها المهيبة بأماكن رمي السهام وباقي تفاصيل المكان، فكل ده هينقلك على طول إحساس بالرهبة والتوتر والقلق النسبي، وممكن تحس كأنك سامع صوت طبول حرب أو صهيل خيل ومقارعة سيوف. وعلى الرغم من انبهارك بالعمارة المميزة والأبعاد التاريخية والجمالية واللي ملهاش مثيل للمكان، فده برضو مش هيمنع من وصول الإحساس ده ليك. أما بقى لو كان عندك معلومة عن حكاية مذبحة القلعة الشهيرة زي ما تنقلها الرواه وحكاها الرافعي، فهتلاقي ان تلقائيا ولا اراديا عقلك وخيالك بيبدأ يرسم صورها، فتبدأ تشوف مملوك وحيد مطارد بيحاول يهرب من موت محقق لموت محتمل بالقفز بحصانه من سور بالارتفاع ده وسط أشلاء وجثث أصحابه، فيختلف فورا إحساسك بالمكان ويشوب مشاعر الانبهار، مشاعر مختلطة بتخلق فيك شعور بعدم الراحة والخوف والتوتر، كأنك بقيت جزء من الحدوتة، وتقمصتك روح الفارس المملوك ده، وابتديت تفكر يا ترى لو كنت مكانه كنت هتصرف ازاي؟ كنت هتصرف زيه وغامر، ولا كنت هتيأس وتستسلم للموت؟ عكس المشاعر دي بقى تماما هنحسها واحنا في اماكن زي ساحة مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة، وحتى لو مش مساجد ليها استخدام ديني واضح وصريح، لكن لو مباني ومناطق ليها جانب ديني او روحي زي مثلا قصر المولوية بطبيعته الصوفية المعروفة، واللي اول ما ندخله بيغمرنا احساس بالسكينة والسلام الروحي والنفسي، واللي بيزيد كل ما بنتحرك جواه ونبدأ نتصل بيه أكتر حسيا. مثلا واحنا بنسند على ترابزين خشب قديم تفاصيله اتبرت واتمحت من كتر الاستخدام والسند عليه من المريدين اللي واقفين فوق وبيبصوا على القاعة المستديرة اللي تحت، واللي كانت بتقام فيها حلقات الذكر الصوفي بطريقته الموروثة على مر الزمن، فنلاقي روحنا تلقائي بنسمع بودنا وساعات بنردد بلساننا وبنفس صوتهم وطريقتهم المشهورة الجملة الشهيرة الله الله حي. طيب حتى النور اللي بيتسلل من شباك قديم وبيرسم أشكال نشوفها على الأرض من خلال إزاز ملون، أو مشربية خشب قديمة في بيوت قديمة زي بيت الكرتلية أو قصر بشتاك، واللي مش بيبقى مجرد انعكاس للضوء، ده إيد فنان بيرسم لوحة اتشافت على مر الزمن عشان تنقلنا لعصر تاني خالص، فنفتكر جداتنا اللي في فترة من فترات التاريخ كان ده مكانهم المميز ورا المشربيات دي، واللي كانت المتنفس الوحيد ليهم مع الحياة
خارج البيوت المقفولة للخارج ومفتوحة للداخل، علشان يمر عليهم شعاع الضوء ده وهم مستخبين وراها من عيون الناس، فيتغير مود المكان كله للزائر ويحس انه جزء من الحدوتة. نقيس بقى على كده كتير. خدوا عندكم مثلا لمسة رجلينا وهي بتعدي على الأرض الأزقة والعطف والحواري الضيقة المعرجة بنهايتها المسدودة، وخطواتنا هسه بعدم استواء سطحها اللي اتبرت حجارته من مرور أقدام وجدودنا عليه، وحتى حركة دوابهم وعربياتهم البدائية واللي سابت أثرها فوق الحجارة دي علشان تنقلهولنا بعد مئات السنين، وضف الحيطان القريبة مننا بارتفاعاتها المقبولة لينا والمتسقة مع عرض الطريق ده، كأن الفراغ كله بيحضننا وبيحافظ علينا جوه مقياس إنساني حنون. وعلى فكرة مش بس الرؤية ولا اللمس، دي كل الحواس. السمع مثلا، تخيل كده صدى الصوت المميز في قاعة حكم واسعة زي مجلس محمد علي والفخامة اللي بيحسسك بيها، أو الصمت التقيل في دهاليز وأقبية مستخبية تحت الأرض كانت زنازين وسجون قديمة سكتت أخيرا من كتر التعب بعد ما سمعت لسنين صراخات استغاثة من مظلومين، أو تمتمات تايبين وندمانين، أو حتى رجاء يائسين من طلب الحياة في لحظات النهاية تحت المقصلة، وصولا للحظات الصمت التام عشان نكتشف إنه سواء الصوت أو غياب الصوت كل إحساس فيهم بيحكي لنا بطريقته جزء من تاريخ المكان وطبيعته، بالإحساس مش بالمعرفة والمعلومات بس. والحقيقة إن ده مش بيكون مجرد إحساس وخلاص، لأ، دي حلقة وصل بيننا وبين كل إيد ورجل لمست واتعاملت مع العمارة والعمران ده قبلنا على مر الزمن. والتواصل هنا بيكون إنساني ونفسي في المقام الأول، أو اللي بيسموه العلماء الارتباط العاطفي المجهول، واللي فيه بتتحول الأحياء والبيوت القديمة دي لآلة زمن عاطفية ليها روح حسية. انت مش محتاج تعرف كتالوج تشغيلها ولا تاريخها عشان تستخدمها، حاجة كده شبه صندوق الدنيا القديم بتشتغل لوحدها، وهي كده كده اللي بتسوق الرحلة وتنقلك لمكان تاني وأحداث هي اللي عارفاها وحافظاها كويس أوي. وخلال التواصل العميق ده بنشوف الجدران والشوارع كما لو كانت مكتبة حية بنقراها، أو أرشيف متخزن فيه المشاعر والذكريات الإنسانية في شكل حكاوي وحواديت بنقلب فيها، ويبدأ خيالنا يشتغل ويتصور حياة الناس وحركتهم وضحكهم وحزنهم وأسرارهم وحبهم واحتفالاتهم بالجواز والسبوع وموالد الأولياء الصالحين، وحتى خناقاتهم ويمكن كمان جرايمهم في الفراغات العمرانية والمعمارية دي. وما أدراكم بقى مدى قوة الخيال الإنساني، واللي طبعا بتختلف من شخص للتاني، واللي ممكن توصل عند البعض للتوحد مع المكان وقصته. وفي النهاية بيترجم كل ده لإحساسك لما تدخل فراغ أو مبنى قديم فترتاح فيه وتحب تقعد أكتر، وساعات تتمنى كمان لو كنت تقدر تعيش فيه، أو إنك تتخنق وتتمنى تمشي بسرعة وما ترجعوش تاني أبدا. الكلام اللي فات ده كله بيأكد لنا إن العمارة والعمران في جوهرهم هما الوعاء اللي بيشيل التجربة الإنسانية الحية، وإنهم مش مجرد هيكل مادي قديم مبني من حجر أو خشب أو طوب، واللي هي مواد حية بتتعتق مع مرور الزمن وتتفاعل كأنها كائن حي بيشارك السكان دورة حياتهم ويخزنها عشان ينقلها لنا بعدين. ولا هو طريق قصبة وحواري وأزقة ضيقة بس، لا، ده إطار بيخلق جوانا مع الجدران دي شعور بالاحتواء والانتماء، عشان تكون في النهاية الأوعية اللي بتحفظ حياتنا وقصصنا وأحلامنا وماضينا وحاضرنا وتخيلات مستقبلنا، بمعنى أعم بتحفظ وجودنا الإنساني وتجربتنا الإنسانية نفسها. نسميها بقى ذاكرة المكان أو روح المكان أو روح الوجدانية للعمارة والعمران، مش مهم الاسم، المهم إنها الحالة اللي بتحصل لمعظمنا تلقائيا بمجرد دخولنا للأماكن دي
من خلال مجموعة رسائل مش مفهومة ومش علمية ولا مفسرة، بتعكس الطاقة النفسية الكامنة في الفراغات دي، وتنسج لنا الروابط غير المرئية بين الماضي والحاضر بدرجات مختلفة حسب استعداد وقبول وتلقي كل زائر. عشان كده المرة الجاية لما تزور مكان تاريخي، حاول ما تكتفيش بالفرجة عليه من وجهة النظر الهندسية أو المعلوماتية اللي تعرفها عن معالمه المبنية، وحاول تسيب نفسك ليه، وركز إنك تستقبل الأحاسيس المختلفة اللي بيحاول ينقلها لك المكان، والحدوتة اللي عايز يحكيها لك، ويحكيها لكل حاسة من حواسك المختلفة بطريقته هو وبشويش.